حبايبي عاملين ايه؟ بصوا ده بيض مدحرج وكشري اسكندراني. تعالى اقول لكم على المقادير، وفي تكه هقولها لكم. تعالوا نشوف مع بعض التكه دي ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ اخويا، ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنعمل ايه الوصفه معانا الاكل؟ هنعمل كشري اسكندراني بالبيض المدحرج. ماشي، تعالوا نشوفوا بيتعمل ازاي. وفي تكه حلوه هتعجبكم وهيبقى طعمه تحفه. معانا هنا ايه؟ رز. دول كوبايتين رز وكوبايه عدس والبيض اللي احنا هنسلقوه وهندحرجه. ومعانا هنا ايه؟ بصله، يعني وسط كده بصله وحته توم. هتقولي توم؟ هقول لك جربيه بحته التوم دي والبصله. هنسمي الله. بصوا، هنحط بقى العدس على الرز الاتنين مع بعض. خلاص، هنقلبه كده. انا حاطه كوبايه عدس وكوبايتين رز. انت عايزه تعملي الرز قد العدس اعملي، بس هو قللي العدس يبقى حلو، ما تحطيش ده قد ده كده. خلاص، هنحطه بقى هنا عشان نغسله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا حبايبي، عليه افضل الصلاه والسلام. عليك حبيبي يا رسول الله. خلاص كده هنغسله. خلاص، سيبه يتصفى بقى. هنولع البوتاجاز. هنحط بقى الحله وهنحط حته سمنه اهي كده. بس كده خلاص. هنحط ايه بقى الاول؟ البصله، عشان ايه؟ البصل بيغيب عن الثوم. وشويه هحط الثومه. انا مش عايزاها ايه تاخد لون. بصي حته التومه قد ايه اهي. بصلايه متوسطه. احط حته التومه اهي. خلاص، بص احط حبه زيت عشان ايه؟ بيخلي الرز كده مفلفل وبيديله لمعه. حبه زيت صغيرين. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشني جدا جدا حبايبي. وانا بشكر المشتركين الجداد، ربنا يبارك فيهم يا رب. وبشكر حبايبي. وعاملين ايه؟ يلا الصيف على الابواب اهو دخل خلاص. كل سنه وانتم طيبين. اهو هنزل بقى ايه؟ بالعدس والرز. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، نعمل بقى الكشري بتاعنا الاسكندراني. حط بقى شويه فلفل اسمر صغننين والملح. شويه فلفل كده اهو بيبقى حلو. بس كده، وشويه الملح. نحط وندوق بس. وانا بغلي الميه اهي. حته التوم دي بقى والبصلايه، في ناس ما بيعملوش ولا بصل ولا توم، بيعملوه كده. لا، جربي البصله دي وحته التوم، بيدي طعم 100. بص انا حاطه كوبايتين رز وكوبايه عدس. هحط بقى اللي هو انا هحط كده بالبركه. بس اللي عايز هقول له كوبايتين الرز حطي عليهم نص كوبايه ميه. ده الكوبايتين الرز، لكن كوبايه العدس ربع كوبايه ميه، عشان العدس ما بياخدش ميه زي الرز، بياخد اقل. خلاص يا حبايبي، يعني انت ايه؟ هتحطي كوبايتين وبتاع ده، هتحطي كوبايتين رز، يبقى هتحطي 2.5 للرز وكوبايه العدس ربع كوبايه. يعني انت هتحطي على الثلاثه 4 الا ربع. 4 الا ربع ميه على ال3 كوبايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. عايز شويه كمان. يا روحي على ريحه الكشري. كده 100 100، مش هحط له ميه تاني، بس كده. هدوقه بقى، عايز ملح ولا لا؟ جميل، تحفه تحفه، طعمه مش هقول لك. اهو احط بقى انا الشياطه تسخن اهو، هيغلي شويه واحط بقى ايه على العين الصغيره واوطي عليه. خلاص يا حبايبي، خلاص كده، بس كده. بصي بقى انا هحط ايه، البيض يتسلق. بصي عشان ما تسوديش الحاجه اللي انت بتسلقي فيها البيض، تحطي شويه خل، حبه صغيرين، وشويه ملح، بيبقى حلو، القشره بتتشال معاكي بسهوله. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، واحطه على النار بقى. بصوا بقى هندحرج البيض اهو، حته سمنه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص الرز اهو، بصوا. والبيض اللي اتبحرت بقى اهو. احنا بقى عملت شويه سلطه بفلفل بس وطماطم وكمون وشويه ملح وشويه خل وفلفل اخضر اهو. ايه رايكم بقى؟ بس اكله جميله اسكندرانيه. وشويه السلطه اهو. ايه رايكم بقى؟ جربوا الكشري ده وحطوا عليه حته التومه اللي قلت لكم عليها والبصلايه، بتفرق في الطعم. ماشي يا حبايبي، والنهارده الفيديو بتاعنا ده يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، واللي يشوف قناتي اول مره يحط لي يشترك فيها، واللايك، وحطوا لايك وكومنت منكم حلو ودعوه حلوه منكم، ولكم بالمثل. واشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني. باي باي.